صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد اخواتي وحبايبي واصحابي على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي عايز اتكلم معاكم كده في النادي الاهلي. مباراة الاسماعيلي اللي جاية طبعا مباراة صعبة جدا وفيها تفاصيل كتير. وطبعا النادي الاسماعيلي المدرب بتاعه اقالوه، وبعد اقالته ما حدش عارف مين اللي هيمسك ولا حاجه، ولكن الماتش هيفضل صعب في النهايه. كمان في موضوع كهربا، للاسف ان كهربا فعلا مضى سنه ونص او تم تفعيل بند شراء اللاعب لمده سنه ونص، وكده نهايته مع النادي الاهلي او نهايه الرحله بتاعته مع النادي الاهلي خلاص. فعلا عمل اداء كويس مع الاتحاد الليبي وبالتوفيق، ونتمنى له كل خير. ويعني من نتيجه الاداء الكويس ده الناس خلاص تمسكت بيه. هو فعلا عامل اداء وعامل شغل، قلب ليبيا هناك بجد. هو فعلا هيفضل لعيب كبير وهي امكانيات، ولكن حظوظ. الدنيا ما بتديش كل حاجه او مثلا في كل فريق مش لازم الكيمياء بتاعتك تمشي في اي فريق. يمكن كميته مع كولر بالذات كانت خلاص خلصت. كمان موضوع امام عاشور واصابته، اصابه امام عاشور كده، في ناس كده كانت فرحانه ان هو عايز يتصاب وبتاع، يعني الناس زي ما يكون بتشمت في المرض سبحان الله. ومنهم الاعلامي خالد الغندوري، يعني كان زي ما يكون فرحان ومتضايق قوي ان هو طلع كويس وامام عاشور طلع كويس. يعني هو مش مصاب ولا حاجه، هو بس كان ايه، كدمه مش اكتر يعني. فعموما الفترة اللي جاية في النادي الأهلي فترة صعبة، وخصوصا مع نظام الدوري الجديد بيبقى مقرف ومحتاج نقط ومحتاج تجميع نقاط كتير، ومش متاح ليك انك تخسر اي ماتش او تتعادل اي ماتش في المباريات القادمة نتيجة نظام الدوري اللي احنا فيه السنة دي. نظام رخم جدا يعني. اما بالنسبه لصفقات الاهلي طبعا اللي عملها الاهلي الفتره اللي فاتت وعملت ضجه، من ضمن بن شرقي وتريزيجيه يعني الناس بتقول لك ان مصطفى العش مش متاقلم مع النادي الاهلي، وهو طبعا خد طرد الماتش اللي فات، ولكن انا شايف انه ممكن يكون لسه اللاعب كان عامل شغل كويس في نادي زد، ولكن هو لسه شويه عليه. ممكن في جراديشار ما شاء الله عليه، يعني حاجه من اول لمسه كده ربنا كرمه. فهي عملية توفيق ومش توفيق من عند ربنا يعني سبحان الله. نتمنى بإذن الله الفترة اللي جاية للأهلي تكون فترة كويسة وقوية ويعدي بيها على خير إن شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وتنتشروا اللايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. طبعا تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد. سيبكم في رعاية الله. سلام.